مشاهدينا، وللحديث عن أجواء الزيارة معنا من كربلاء مراسلنا طارق الطرفي. مرحبا بك طارق. أهلا، حياكم الله. أهلا بك. ضعنا في صورة توافد الزائرين إلى كربلاء المقدسة لإحياء زيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، تفضل. نعم، تستمر حشود الزائرين بالدخول لكربلاء المقدسة من مختلف محاورها الثلاث باتجاه النجف وبابل وبغداد وسط إجراءات أمنية وخدمة قبل قيادة عمليات كربلاء بالاشتراك مع قطاعات من وزارة الدفاع والشرطة الاتحادية والأجهزة الاستخبارية جميعها. العتبات المقدسة وضعت أيضا وتنفذ خطتها الموسعة باشتراك واستنفار جميع ملاكاتها وإمكاناتها الفنية والبشرية والآلية. العتبات المقدسة أدخلت نحو 5000 متطوع لإعانتها في تنفيذ الخطة التي تنفذها في خدمة الزائرين. هناك منظومة كاميرات حرارية جديدة دخلت الخدمة خلال هذه الخطة لإحصاء عدد الزائرين، وفي نفس الوقت تتبع الحالات المشبوهة ورصد العناصر التي قد تسبب إرباك بالزيارة. الخطة الصحية أيضا تسير وفق ما خطط لها من قبل دائرة صحة كربلاء. هناك غرفة عمليات استحدثت في دائرة الصحة يشترك فيها ممثلون أو جهات عن دوائر صحة المحافظات المجاورة وأيضا الدوائر التي لها أو ترتبط بالخدمة الصحية كطبابة الحشد الشعبي وطبابة الجيش وطبابة الهلال الأحمر وأيضا طبابة العتبات المقدسة. الجهود جميعها يعني مستنفرة لتقديم الخدمات الصحية. دار صحة كربلاء أعلنت اليوم أنها يعني استقبلت لغاية الآن الآلاف من الزائرين في مفارزها، وأجرت لغاية اليوم وهو اليوم الثالث من تطبيق خطتها نحو 400 عملية طارئة لمختلف الحالات المرضية التي حدثت خلال الزيارة. أيضا هناك جهود للدفاع المدني وفرق إسناد دخلت للمحافظة من مديريات الدفاع المدني في المحافظات الأخرى لتسند الخطة الخاصة بالدفاع المدني في السيطرة على الحرائق والتعامل معها بشكل سريع. أيضا دائرة البلدية وبإسناد من دوائر بلدية عدد من المحافظات تنفذ خطتها في يعني أعمال التنظيفات داخل مركز مدينة كربلاء ومداخل كربلاء الرئيسة. نعم طارق، يعني ماذا عن التنسيق بعملية التنظيفات ورفع. نعم، ماذا عن التنسيق بين قطاعات الحشد الشعبي وباقي القوات الأمنية في محاور الدخول لمدينة كربلاء؟ طبعا الخطة الأمنية تشترك بها قطاعات من الجيش ويعني تابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، فضلا عن تشكيلات من الحشد الشعبي. الخطة قسمت المدينة إلى عدة محاور. محور بغداد كان أو أنيطت مهمته لقطاعات الجيش، ومحور بابل أنيط لقوات الشرطة الاتحادية، فضلا عن محور النجف مسكت مهامه تشكيلات الحشد الشعبي. داخل مركز المدينة المهمة أوكلت لتشكيلات الشرطة المحلية وتسندها تشكيلات أو أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني. سماء كربلاء يعني الطيران مستمر فيها لاستطلاع المدينة وتأمين المناطق البعيدة عن مركز المدن كالصحراء الغربية وبساتين غرب كربلاء. طبعا هناك أيضا تنسيق مع قيادة عمليات الأنبار لتأمين الصحراء الغربية لكربلاء. كل الخطة الأمنية تسير بجميع مفاصلها. هناك انسيابية عالية في عملية دخول الزائرين والتفتيش على مداخل المدينة ونقاط التفتيش التي يعني المتواجدة كلما نقترب من مركز المدينة حيث المرقدين الشريفين. نعم، مراسلنا في كربلاء طارق الطرفي، شكرا جزيلا لك.